انا عايز اقول لكم ان انا من عشاق الجلاش المحشي بالقشطه الكدابه دي، وسهله وبسيطه وهتطلع معاكم حدوته. نحط كوبايه ميه في حله على النار، وعلى كوبايه الميه كوبايه ونص من السكر، ونقلب لحد ما السكر يدوب تماما. واول ما يغلي هنديله نص ليمونه، ونسيبه بقى دقيقتين ثلاثه على نار هاديه خالص، ونشيله من على النار لحد ما يبرد. وهنجيب رول الجلاش ونبدا نقطعه على ثلاثه بالحلاوه دي. نفرد اول رول ونبدا نعمل كده ونقطع، نبدا نعمل كده ونقطع، ونعمل الكميه كلها بنفس الطريقه. والله يا حدوته مدلعكم. وعلى شبكه الفرن هنحط ورق زبده، ونبدا نرص الجلاش اللي احنا عملناه، نخلي فيه مساحه صغيره ما بينهم كده. والزبده اللي سيحناها هنبدا ندهن بيها الجلاش. ممكن تحطوا زبده او سمنه، والنبي في حلاوه كده. ونطلع بالحلويات دي على فرن شغال على 180 ربع ساعه وعينينا عليها. يلا بينا. في حله على البارد هنحط نص كيلو لبن، ومعلقه كريم شانتيه، ومعلقتين من السكر، وكده كده السكر حسب الرغبه، ومعلقتين كبار من النشا، ورشه فانيليا، وميكس رايق من اللي قلبك يحبه. ونفضل نقلب النشا والسكر كده على النار لحد ما توصل معانا بالحلاوه دي. هندفع عليها النار ونسيبها تبرد شويه. والجلاش بتاعنا خلص وبقى حدوته. وهو سخن هنبدا نحط عليه الشربات واحده واحده، ونبدا نحشي الجلاش. هنفتحه كده ونخليه جاهز والراحه كده من غير ما نبهدله. وعلى الوش هنحط شويه فستق، ونعمل الكميه كلها بنفس الطريقه. نحط عليها فستق حلبي. وفي طبق التقديم تبدا ترص رص الجاتو يا بتوع البلاتو. وبس كده يا سيدي. كل اللي عليك تعمل لايك وشير وتدلعني زي ما بدلعك. سلام.